أنا ربما أضع عليك سؤالا. أنا قرأت شوية عن مرصدكم وعرفت أن لكم نشاط وسعي حثيث في بعض الأروقة الدولية إلى الدفع إلى تصنيف جماعة البوليزاريو كجماعة إرهابية. أنتم مرصدكم يبحث للوصول إلى تصنيفها كجماعة إرهابية. أولا أخبرني، لماذا الجانب الرسمي في المغرب، لماذا المغرب نفسها لا تصنف البوليزاريو إرهابية؟ ولماذا أنتم تريدونها إرهابية رغم أن دولتكم لا تصنفها إرهابية أصلا؟ جيد، هذا السؤال حقيقة ذكي جدا ومهم مهم جدا، وسوف أجيبه. نضيف إليه كذلك الحجة التي يقدمها البعض أنه بوليزاريو لديها مقعد الاتحاد الإفريقي، وأنها شاركت في عدة جلسات حوار مع المغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى قناتنا وقناتكم اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوال ديالكم الأصدقاء ديالي. لو كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا على اليوتيوب، ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا خوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا خوتي ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناة. الأصدقاء ديالي كيف ما عدناكم في القناة جبنا لكم فيديو يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم ندوزو نشاهدوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، كذلك كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. أنا ربما أضع عليك سؤالا. أنا قرأت شوية عن مرصدكم وعرفت أن لكم نشاط وسعي حثيث في بعض الأروقة الدولية إلى الدفع إلى تصنيف جماعة البوليزاريو كجماعة إرهابية. أنتم مرصدكم يبحث للوصول إلى تصنيفها كجماعة إرهابية. أولا أخبرني، لماذا الجانب الرسمي في المغرب، لماذا المغرب نفسها لا تصنف البوليزاريو إرهابية؟ ولماذا أنتم تريدونها إرهابية رغم أن دولتكم لا تصنفها إرهابية أصلا؟ جيد، هذا السؤال حقيقة ذكي جدا ومهم جدا، وسوف أجيبه. نضيف إليه كذلك الحجة التي يقدمها البعض أنه بوليزاريو لديها مقعد الاتحاد الإفريقي، وأنها شاركت في عدة جلسات حوار مع المغرب. هذه كلها سوف نجيب عنها وهي مهمة جدا. ولماذا نحن نسعى لتصنيفها؟ أولا نسعى لتصنيفها لأن سواء كان عندها مقعد أو عندها حتى مكاتب في أوروبا وغيرها، هذا أمر آخر. التصنيف هو مرتبط بالأفعال والممارسات. الأفعال والممارسات التي قامت بها البوليساريو كلها سجين دموي، قتل، الخطف، اغتصاب النساء، حرق العديد من الأشخاص، و يعني ترويع المدنيين، الهجوم، قطع الطريق، التعرض حافلات الركاب، كذلك سيارات الركاب وخطفهم، بل خطف ساكنة بلدة البويرات كلهم والذهاب بهم إلى المخيمات، خطف كذلك العديد من سائقي الشاحنات خاصة ما بين بلدة البويرات والزاك. عدد منهم تم الذهاب به إلى المخيمات وتم إعدامه فورا يعني قرب مدرسة 12 أكتوبر. إذن لماذا المغرب لم يصنف البوليساريو؟ هذا السؤال مهم جدا وأشكرك جزيل الشكر على طرحه، وهي مناسبة لنوضح للعديد من المتابعين هذا الأمر. أولا، هناك عدة أسباب تجعل المغرب الرسمي رغم وصفه العلني والمتكرر للبوليساريو بأنها تمارس أنشطة إرهابية، هذا نلاحظه في الإعلام إلى غير ذلك، ولكنه لم يذهب رسميا إلى تصنيفها قانونيا. هو يصف أنشطتها بأنها تمارس أنشطة إرهابية، ولكنه لم يذهب رسميا إلى تصنيفها قانونيا كتنظيم إرهابي في لوائحه الوطنية. لماذا؟ الأسباب
تتوزع ما بين ما هو سياسي قانوني وما هو دبلوماسي، أي ثلاثة أسباب الأستاذ فاضل. أولا البعد الدبلوماسي والدولي، أن المغرب يريد أن يتجنب قطع الخيوط السياسية مع الوسطاء، يعني أنه يعلم أن بعض الدول المعادية وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا وبعض الكيانات الأخرى التابعة لهم تعتبر أن البوليساريو تعتبرها وتصنفها بين قوسين حركة تحرر، وبالتالي أي تصنيف رسمي داخل المغرب كمنظمة إرهابية قد يستعمل ضد المغرب على أنه يغلق باب التسوية السياسية. الله. نفس الوقت مطلوب من الخطاب الرسمي المغربي الدبلوماسية الرسمية أن تحافظ على خطاب يتماشى مع الأمم المتحدة، أي أنها مع مسار الحل الأممي في الصحراء المبني على المفاوضات مش إلى غير ذلك. إذن أن المغرب لا يريد أن يتهم بعرقلة خطوات الأمم المتحدة. أما السياق القانوني الوطني، طبعا القانون مشكلة الشبكة ممكن أن يطرح هذا الأمر، يعني ليس هناك فيه مشكل، ولكن على مستوى الظرفية السياسية. أما على مستوى المغرب في الخطاب الإعلامي يوظف وصف البوليساريو كأنشطة إرهابية، فهذا الأمر يجعلنا طيلة هذه السنوات نهيئ الرأي العام الدولي ليتقبل الانتقال إلى هذه المرحلة التي نحن بصددها الآن، وهي تصنيف البوليساريو حركة إرهابية، بعدما عرضنا وقدمنا للمجتمع الدولي جميع الأدلة وجميع الشواهد التي تؤكد أننا أمام تنظيم إرهابي. الآن الظروف الدولية أصبحت تتقبل، خاصة مع عجز الأمم المتحدة. يعني طيلة هذه السنوات تركنا للأمم المتحدة الوقت الكافي لتحل هذا المشكل، وقد عجزت عن حله، بل أنها ساهمت بصمتها عما يجري داخل مخيمات تندوف من قتل ورمي بالرصاص وإعدامات التي يقوم بها بشكل مستمر الجيش الجزائري، حيث أنه فترة ما بين 2020 إلى 2024 تم إعدام وحرق حوالي 21 شاب، إما رميا بالرصاص أو حرق بالنار، ولم تتكلم الأمم المتحدة. وإلى الآن الأمم المتحدة عاجزة عن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وهو طلب قد تقدم به المغرب منذ سنة 1976، وإلى الآن لم تستطع الأمم المتحدة، فهي عاجزة. لذلك وصلنا إلى مرحلة مهمة لغلق هذا الملف، وهو تصنيف هذه الحركة حركة إرهابية، لأن تصنيفها سوف تكون له انعكاسات مهمة جدا، خاصة وأنها حاليا تعيش الانهيار التام على جميع المستويات. هذا أمر آخر. الأمر الذي يتعلق أستاذ بالقضية، قضية أنه سبق وأن تم إجراء حوار معها ولقاءات، سواء اللقاء الذي أجراه المغفور له الحسن الثاني مع بعض قادة البوليساريو سنة 1983، أو اللقاءات التي جمعتهم مع جلالة الملك محمد السادس وهو آنذاك ولي العهد إلى حدود سنة 1997، كانت هي لقاءات ما بين القيادة وما بين مواطنين هم أداة في يد الجزائر مغرر بهم. ولكن للأسف طيلة هذه الحوارات تأكد بالملموس بأنهم لا يملكون أي قرار، فهم فقط مجرد أداة في يد العسكر الجزائري الذي يريد فقط. أنتم في المرصد الوطني، وأنتم تعملون على تصنيف جماعة البوليساريو كجماعة إرهابية. مخرجات مرصدكم هذه موجهة لمن؟ للحكومة المغربية أم للمجتمع الدولي أم لمن؟ لا 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 ليست هي موجهة للمجتمع الدولي بالأساس، موجهة كذلك إلى الجوار الإقليمي خاصة إسبانيا. وقد وجهنا رسالة الأسبوع الماضي
إلى رئيس الحكومة الإسبانية وإلى وزيرة الدفاع وإلى وزير الخارجية وإلى رئيسة البرلمان، نطالب فيها من إسبانيا أن تفتح تحقيق برلماني، لأن هناك 289 إسباني تعترف بهم إسبانيا على أساس بأنهم ضحايا إرهاب البوليساريو. قتلتهم البوليساريو من بحارة وصيادين في المياه الإقليمية، سواء في البواخر التي كانت تحمل العلم الإسباني في الصحراء المغربية أو في المياه الإقليمية لجزر الكناري. ومع ذلك إسبانيا لا تريد فتح هذا الملف داخل البرلمان، لا تريد أن تصنف البوليساريو حركة إرهابية، ورغم أنها تعترف بأن ضحايا البوليساريو هم ضحايا إرهاب، ولكن تتهرب إلى الآن. لدينا كذلك عدد مهم من البحارة المغاربة الذين كانوا يشتغلون بشكل مشترك مع الإسبان فوق هذه السفن، وتم إعدام العدد منهم وتم اختطاف العدد منهم والذهاب به إلى المخيمات، وقضوا سنوات وسنوات هناك. هذا الأمر على إسبانيا أن تخرج ما دامت، وأن تلتزم بالمعايير الدولية لمحاربة الإرهاب، وهذا جميع معايير الإرهاب وعلى رأسها استهداف المدنيين متوفرة هنا في تصنيف البوليساريو. لا حول ولا قوة إلا بالله. الانقطاعات يا أخواني. ما تقوم به بوليساريو من استهداف البحارة الإسبان، قامت فقط الحكومة الإسبانية سنة 1985 بإغلاق مكاتب البوليساريو في إسبانيا في مدريد. طيب في حالة ثم أعادت فتحها فقط 4 سنوات. 1989 أعادت فتحها لأنه توظف هذا الأمر في إطار زعزعة استقرار المغرب آنذاك، وعرقلت استكمال المغرب لوحدته الترابية. في حالة تم تصنيفها إرهابية، ما تداعيات هذا الأمر على الجزائر نفسها؟ هذه أولا الجزائر انكشفت صورتها كدولة راعية للإرهاب، وإذا سمحت لنا الظروف الأستاذ سعد سوف نوضح بالأدلة كيف أنها متورطة في صناعة الإرهاب في شمال مالي وفي منطقة الساحل الإفريقي، يعني في النيجر بوركينا فاسو، وأن الحركات لا يسمى بالحركات الإرهابية هي مرتبطة بالأمن العسكري الجزائري، وسوف نقدم أدلة في هذا الأمر، وقد سبق أن نشرنا دراسات تتعلق بهذا الأمر. سوف نقدم كذلك أدلة إذا سمحت الوقت، وقد نشرنا دراسات حول هذا الموضوع، أن الجزائر هي المسؤولة عن العمليات الإرهابية التي استهدفت تونس منذ سنة 2013. جميع العمليات التي استهدفت تونس كانت وراءها المخابرات العسكرية الجزائرية. إذن انكشفت صورة الجزائر كدولة راعية للإرهاب. لك أن تلاحظ تصريحات المسؤولين الماليين في داخل الملتقيات الدولية، وتوجيههم الاتهام صراحة إلى الجزائر كونها دولة راعية للإرهاب. لماذا دكتور أن الجزائر مسؤولة عن الإرهاب الذي ضرب تونس، ومسؤولة عن الإرهاب الذي ضربكم أنتم في المغرب، ومسؤولة عن صناعة الإرهاب في مالي وفي بعض الدول الجوار؟ لماذا لا يكون هناك تحرك مجتمع كلكم؟ يعني إذا تقدمت كل هذه الدول ربما تدان الجزائر دوليا بهذا التهمة. طبعا هذه مرحلة مهمة جدا سوف تأتي بعد تصنيف البوليساريو حركة إرهابية، ونحن نسعى على أساس أن الدول الصديقة والحليفة والتي تجمعنا معها شراكات استراتيجية أن تقوم على مستوى برلماناتها يعني مناقشة قوانين لتصنيف البوليساريو حركة إرهابية. حينما نبدأ ب3 دول أو 4 من الدول المعترف. في مشكلة عند الدكتور، أعتقد أنها تأتي اتصالات، هذه اتصالات ليست الشبكة، هذه اتصالات هي التي تقطع الصوت عليه، تقطع للأسف الشديد. دكتور هذه اتصالات تأتيك صح؟ لا غير كان هذا البروغرام اللي تستخدم طلب مني الاشتراك،
ايوه، المفترض انه في مثل هذه اللايفات يكون هناك تليفون خاص، يعني ليس فيه احد. لا، البرنامج الذي تستعمل انت، هذا الستريم، هو البرنامج طلب مني ان اشترك فيه. مش وقت اقول له الوقت غير مناسب. طيب دكتور، يعني اذا فشلتم ويعني اقرت خطه الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، والتي يقول الكثير من المراقبون انها اصبحت طبخه ناضجه وجاهزه، وربما في ذكرى المسيره الخضراء القادم سيحسم الامر تماما. في حاله تم اقرار هذا الخطه، تم اقرار هذه الخطه، هل ستصبح البوليزاريو الذي أنتم تحاولون أن تصنفوها إرهابية في حالة تم إيجاد حل سياسي ووافقت البوليزاريو على مسألة الحكم الذاتي، هل سيشتركون في السياسة معكم؟ هل سنرى إبراهيم غالي واليا في العيون أو في بوجدور أو في السمارة أو في أي مكان؟ أولا هذا الأمر الذي قلت سبق نحن في المرصد أن نشرنا دراسة تتعلق بهذا الأمر، يعني لأن الحكم الذاتي كمقترح أستاذ الفاضل هو طرح سنة 2007، يعني مرت عليه 18 سنة، يعني تقريبا حوالي عقدين. تغير الأمور وتغيرت العديد من التوازنات الدولية والإقليمية، والمغرب الذي كان في سنة 2007 الذي طرح هذا المقترح ليس هو مغرب اليوم، والصحراء المغربية على المستوى جميع البنيات ليست هي الصحراء المغربية سنة 2007. تغيرت الأمور، لذلك طرحنا أنه يجب يعني أن نغير مقترح الحكم الذاتي من الحل السياسي إلى الحل الأمني الاستراتيجي. ماذا نعني بالحل الأمني الاستراتيجي؟ ممكن أن نقوم بتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ولكن بدون بوليساريو. أين ستذهب؟ أين تذهبون بها؟ يعني هذا مشكل الجزائر، مشكلها تذهب بها أينما أرادت. الحكم الذاتي ممكن أن يطبق، لأنه البوليساريو لا تمثل الصحراويين وليس لها أي شرعية في تمثيل الصحراويين. هناك الممثلين الآخرين الذين لهم شرعية قانونية والذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، بخلاف البوليساريو الذين لم تفرزهم أي صناديق ولم ينتخبهم أي أحد. أما من ناحية أخرى أن إشراك البوليساريو في تنفيذ أي صيغة من الحكم الذاتي ترافقه العديد من التهديدات والمخاطر أستاذ سعد. أولا إذا كانوا جزء من هذه التسوية، اسمح لي، مثلا الأمم المتحدة تقول أنها حتى هي تتفاهم معهم، أنهم هم طرف في هذا التسوية السياسية. إذا دخلوا في طرف مستحيل أنك تدخل معهم وتعمل تسوية معهم ثم تقول لهم يلا مع السلامة روحوا الجزائر، يعني سيكونوا جزء من الحل. لا، هنا مسألة أخرى. أولا كأطراف إلى حدود الآن المغرب قبل الحوار طيلة هذه السنوات، ولكن الجزائر هي بنفسها ترفض أي حوار. لاحظ أن جميع قرارات مجلس الأمن الأخيرة تطالب بالحوار في إطار الموائد المستديرة وفي إطار الأطراف يعني التي معنية بهذا النزاع المفتعل. وقد أعلنت الجزائر بشكل رسمي أنها ترفض هذا الحوار، طبعا البوليساريو معها. لذلك هذا الحوار الذي أرادت الأمم المتحدة أن تشرف عليه هو غير موجود. ما دام الطرف يعني الرئيسي اللي هو الجزائر ترفض الحوار، إذن أي صيغة مع من يتخاطب المجتمع الدولي؟ إذن معكم أنتم فقط؟ نعم، هناك ممثلين للصحراويين، هناك نخب كثيرة جدا، هناك مجالس، هناك إلى غير ذلك. الأغلبية القلة القليلة من الصحراويين المنحدرين من الصحراء المغربية تواجدون في مخيمات تندوف، ويعني قلة قليلة، والغالبية هي من صحراوي تندوف يعني يحملون الجنسية الجزائرية.
أو موريتانيين أو من شمال مالي من أزاواد أو من غيرها، ولكن القلة القليلة التي لا زالت تتواجد في مخيمات تندوف. إذن الغالبية من الصحراويين المعنيين بهذا الأمر يقيمون في الأقاليم الجنوبية المغربية. إذن هم الذين لهم الشرعية في أي حوار أو في أي نقاش يتعلق بهذا الإقليم. طيب دعني قبل أن أدخل في جزء آخر دعني أعود إلى محمد عبد العزيز. كيف مات الرجل؟ يعني أنا سمعت أن هناك شبهات حول موت الرجل، اسمح لي أنا هذا فاتني أثناء الحديث عن محمد بن عبد العزيز. هل مات بالسرطان كما قيل أم أن هناك شبهات؟ أنا سمعت عن شبهات هكذا، ما أدري هل تؤكدها أنت أم تنفيها. هو الأمر المتعلق بوفاته كما تم التصريح به هو أنه توفي بسبب سرطان الرئة، ولكن هناك قنبلة تم تفجيرها أثناء محاكمة مدير المخابرات الفنزويلية الأسبق فنزويلا هيغو كارفاخال. هذا المدير هذا كان قد هرب من فنزويلا ولجأ إلى إسبانيا، وتم اعتقاله سنة 2019، وقد طالبت به الولايات المتحدة بحكم أنه متورط في أعمال يعني تهريب مخدرات مع المنظمة الكولومبية. تم تقديمه للمحاكمة في إسبانيا يعني 2021 الصوت صرح بمعلومات لحظة أستاذ لأنه انقطع صوتك، رجع من البداية. عام كم تم محاكمته؟ تمت محاكمته في 2021-2022 واستمرت أمام القضاء الإسباني، وصرح بعلاقات فنزويلا مع إيران، علاقات فنزويلا مع الحزب الذي يكره المغرب في إسبانيا، حزب بيدموس، هذا بعض التيارات. ولكن أعطى جوج معلومات مهمة جدا. أعطى كيف أن المخابرات الجزائرية هي من قامت بتهريب 17 إرهابي من منظمة إيطا الباسكية الذين كانت تبحث عنهم مدريد، والمتورطين في أعمال عنف وتخريب ومحاولات اغتيال وتحريض على الثورة، أنها هي التي كانوا هذو مبحوث عنهم من الأمن الإسباني، فقامت الجزائر بحمايتهم وتهريبهم إلى فنزويلا. المعلومة الثانية التي قال بأن محمد عبد العزيز تم تسميمه خلال إقامته في فنزويلا من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية. الله تم تسميمه من طرف المخابرات العسكرية الجزائرية، وقال أن محمد عبد العزيز كان يفكر في العودة إلى بلده المغرب. فكما وقع مع الوالي مصطفى السيد، المخابرات العسكرية الجزائرية تتدخل مرة أخرى، ولكن قامت بتسميمه حسب تصريحات الرئيس الأسبق للمخابرات الفنزويلا هوغو كارفاخال، الذي كما قلت اهتبأ. إذا نحن أمام حقيقة الآن. المصطفى الوالي السيد عندما بدأ يتراجع وبدأ يعيد حساباته قتل. محمد عبد العزيز نفس الشيء. يعني ربما حتى إبراهيم غالي الآن إذا فكر أن يسوي الأمر مع المغرب ستقتله الجزائر طبعا، لأنهم أمام كما قلت نحن يعني أن هذا الناس كما قلت من اليوم الأول، ويمكن أن تقف على هذا الأمر، لأنه لدينا في المغرب الحمد لله هناك عدد من قيادي البوليساريو السابقين الذين عادوا إلى الوطن الأم، ممكن أن يحدثوك بأكثر يعني معلومات كيف أن حركتهم التي بدأت ب23 شخص فقط في الزويرات كيف سقطت في أحضان أولا القذافي الذي أراد أن يوظف هنكاية في المغفور لهم الملك
محمد الملك، ليس محمد الخامس بل الملك الحسن الثاني، وقد اعترف القذافي بنفسه وهذا الأمر واعتبره من أخطائه. وكيف سقطوا في براثين نظام عسكري مجرم، يعني والذي جعل منهم حركة إجرامية. هذا أنا أستاذ سعد أنتمي إلى المنطقة الشرقية من الصحراء المغربية، وهي مناطق محاذية يعني فيها المحبس، البيرات، الزاك، آسا، فم الحسن، آقا، طاطا. هذه المناطق طيلة سنوات تعرض فيها أهالينا للترهيب والقتل والإحراق والخطف وأنواع، انطلاقا من الحدود الجزائرية. كانوا يتسلل جنود جزائريين مع بوليساريو، فيقومون بعمليات النهب والسلب واستهداف المدنيين الأبرياء في المزارع، في البلدات، في الطرقات إلى غير ذلك. تحولت البوليساريو طبعا ومع النظام العسكري الجزائري إلى حركة إرهابية لها سجل طويل من الإرهاب، ولدينا العديد من الشواهد والعديد من الأدلة التي تجعل من هذه الحركة طبقا لمعايير تصنيف الحركات الإرهابية، يعني أن تجعل المعتمدة على المستوى الدولي، أن تجعل منها أن تسهل تصنيفها كحركة إرهابية. نعم. سؤال، بقي سؤالين. السؤال الأخير لا أدري والله كيف سأطرحه عليك، يعني سيكون ختامها شوي صعب لأنه الموضوع داخل في أمر حساس هكذا، لكنني سأحاول أن أطرحه تلميحا، وأنت عليك أن تلتقط المعنى وتجيب عليه. قبل أن أدخل إلى السؤال الأخير الذي سيحيرني كيف سأطرحه، وهو نوع من أنواع الإرهاب يمارس على ساكنة المخيمات في محاولة لتغيير ديموغرافي وسكاني، سأطرحه عليك في الأخير. لكن قبل أن أختم بذلك السؤال الخطير حقيقة، أنتم في المغرب على وشك أن تحسموا موضوع الصحراء أمميا في الأمم المتحدة، أما على الأرض هو محسوم كما أنت تعلم منذ زمن. اعتراف أمريكي تلاه فرنسي تلاه بريطاني وإسباني برتغالي، والأمور في صالحكم، وهذا أمر يعني لن تسكت عنه الجزائر. هل تخشون من أن تربك الجزائر الواقع المغربي بعمليات إرهابية مثلا؟ هل سيحاولون تفجيرات أو اغتيالات أو دس عناصر إلى أي مدينة مغربية لتفجير إرهابية؟ هذا الأمر أعلنت عنه قيادة البوليساريو بشكل صريح، يعني ليس أمرا مبطنا أو يعد سرا من الأسرار، بل أن بحكم أن البوليساريو هي أداة من أدوات النظام العسكري الجزائري، فقد طلب، يعني صرحت بشكل على أساس أنها تدعو للقيام بعمليات إرهابية داخل المدن في الأقاليم الجنوبية، وكذلك في العمق، يعني في عمق التراب الوطني. ولك أن تقف، وأنت يعني الذي تابعت تطورات عن قرب، هناك هجمات إرهابية وقعت مؤخرا فقط على مدينة سمارة، وقد سقط فيها شهيد مواطن مغربي مدني، يعني استهداف المدنيين بالدرجة الأولى. هذا عمل من الأعمال. أما بالنسبة للنظام العسكري الجزائري، لا إله إلا الله. صوت لنا معه. اسمعني أستاذ. نسمعك. ينقطع الصوت ثم يعود. لنا معه جولات منذ ما يسمى يعني منذ الستينات. فالنظام العسكري الجزائري طيلة هذه العقود الماضية لم يفوت أي وسيلة ممكن أن يصل إليها من أجل تقويض الأمن داخل المغرب وإلا واستعملها، ولكن يجدون دائما في المرصاد، لأنه هناك أمرين: الشعب المغربي كله يعني وحدة متكاملة، إجماع وطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد الثالث. في نفس الوقت
الأجهزة الأمنية بمختلف مكوناتها، الأمن الوطني، القوات المسلحة، لدينا عقيدة. هذه العقيدة هي حب الوطن وحمايته، بخلاف الجار الذي لا يمتلك قضية حب الوطن. الجار معنويات الجنود في ساقطة لأدنى المستويات. هؤلاء أحفاد الشهداء، أي معنويات؟ أحفاد شهداء وجبارون قوم ثائرون. الحمد لله. من حسنات وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك أبطال مثلك الأستاذ سعد حفظك الله ورعاك، الذين استطاعوا أن يكشفوا زيف دعاية النظام العسكري الجزائري التي وظفها طيلة العقود السابقة كدعاية إعلامية، نشر أساطير زائفة استطاعت أن تترسخ في ذهن بعض، واحد العدد كبير من الجزائريين للأسف. وأصبح النظام العسكري الجزائري هو الذي يدخل في صراع معك أنت الأستاذ سعد ومع عدد من الإخوة، أن النظام العسكري، أن من يرد عليكم في وسائل التواصل الاجتماعي أو من يحاول أن يسبكم هم فقط عناصر مخابرات عسكرية جزائرية. أن نظام كله أصبح يوظف جميع وسائله في وسائل التواصل الاجتماعي. أما الدولة المغربية فتسير في خطى الدول العريقة. الدولة المغربية قد استطاعت أن تؤسس جميع عناصر قوة الدولة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، على المستوى الثقافي. وعاد المغرب كما كان مركزا حضاريا في إفريقيا، مركزا للاستقرار، مركزا أمنيا بامتياز، الذي يسعى لبناء الأمن والاستقرار، الذي يسعى للنهوض بوضع الشعوب الإفريقية، محاربة الهشاشة، محاربة آثار الجفاف إلى غير ذلك، في مقابل نظام عسكري فيروس زرعه الاستعمار الفرنسي في هذه المنطقة من أجل الحفاظ على بيئة غير آمنة في محيط الإقليمي لهذه المغرب ولغيره. وصلنا للختام ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم خلي واحد لايك، اشتراك في القناه، كذلك فعلوا الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناه. الاصدقاء ديالي غادي نهضروا شويه على الماتش ديال المنتخب المغربي ضد منتخب النرويج والتعادل بهدف لهدف. صراحه عجبني الاداء ديال المنتخب المغربي في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني بما ان كان عده تغييرات، تقريبا 7 اللاعبين ولا 8 اللاعبين اللي تغيروا، فمن الطبيعي انك تشوف الاداء غادي يتبدل. صراحه كاينين بعض اللاعبين انا صراحه ما قنعوني شيء البارح صراحه. بيوسف بالعمري هذا هو اللي كان دا كرواني ولا دا داك الهلالي افضل بكثير من هذا اللاعب هذا صراحه. مع هذا المستوى ضعيف هذا اللاعب هذا، ما فهمتش انا. غير دخل كان غيماركي علينا كره جات من شطحو داك اللاعب جاب منه الهدف ديال التعادل. صراحه اكثر من علامه استفهام، وكره داوها لهم حدا الجول. اللاعب كيلعب هو خايف دفاعيا، ناقص بزاف صراحه. خصنا شي لاعب اللي يكون حتى دفاعيا. كون كان ديك اللقطه مزراوي باقي كنظن ان داك اللاعب كاع ما غادي يدير له ديك الهده وديك الجرجره اللي جرب بها يوسف بالعمري. ماشي كنهاجموا يوسف بالعمري، ولكن اخويا راه منتخب مغربي، فصراحه انا بعدا ما عجبنيش. وصلنا خوتي الختام، تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.